لو انت معزومة برا كده ومعكيش فلوس تجيبي طبق حلويات هحللك المشكلة دي بأقل من نص كيلو بس من الكنافة. هخليكي تعملي النهاردة أفخم 3 أنواع من الكنافة، حلوة جدا ولذيذة وبيبقى شكلها شيك أوي في التقديم، وتقدري ان انت تعمليها كده في طبق وتاخديها معاكي أكنك شاريها من محل حلواني. يلا كده نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الكومنتات وشجعونا كده بلايك. في البداية كده بتقولي للكنفاني أنا عايزة الكنافة اللي هي الطرح، بتكون كده طويلة. لو هي طازة عندك مش هتجيبيها على طول وتشتغلي بيها، بتاعتي دي ما كانتش طازة، فجبت كده بولة حطيت فيها مية وبالفرشة كده ببدأ ان انا بس ابلبلها حاجة بسيطة علشان تطرى معايا وما تكونش ناشفة فتتقطع مني. والقراطيس دي كده بتتباع عند مستلزمات الادوات المنزلية، بتبقى رخيصة مش غالية، فبلا يعني يفضل ان احنا نعمل عليها. بلاش اللي هي بتتعمل على ورق الالومنيوم عشان بيقولوا مش صحية. ببدأ ان انا كده افردها بالشكل ده كده، وبلاش ان انتي تعمليها تتخنيها يعني عشان تبقى رقيقة وحلوة. ببدأ ان انا احط كده بفرد الكنافة بتاعتي وببدأ ان انا الفها بكل سهولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما بتاخدش معاكي وقت خالص. ولو لقيتها كده فيها حاجة ناشفة ببدأ ان انا ايدي كده مبلبلة وببدأ ان انا احطها زي ما انتوا شايفين كده. لو الكنافة بتاعتك زي ما قلت لك طازة ما بتبلهاش ولا اي حاجة، لان بتبقى لسه جاية سخنة وطرية فما بتحتاجيش. انما ده عشان ما كانتش طازة، كانت في التلاجة كده بقالها كام يوم، فبدأت ان انا ابلبلها بس حاجة بسيطة. وخلي بالك برضو مش كتير مية علشان ما تعجنش منك. هنعمل بعد كده بقى اللي هي الاساور، بكل سهولة خالص ما بتحتاجيش فيها ولا تشكيل اي شيء. بصباعك الكبير زي ما انتوا شايفين كده ببدأ ان انا افردها بالشكل ده كده، ولو هي برضو زي ما قلت لكم ناشفة ببلبلها. صباع ايدي الكبير ده كده بحطه وببدأ ان انا الف وابرم عليه كده ولحد وبعمل تجويف بالشكل ده كده، وبكل سهولة بتطلع معاكي اللي هي الكنافة عش البلبل او الاساور زي ما بنقول عليها. ببدأ ان انا اخلص الكمية بتاعته. وعايزة اقول لكم ان انا ده نص كيلو من الكنافة انا خدت منه بس يعني حوالي مش هقول لكم ربع كيلو كمان، والله عمل معايا تشكيلة حلوة جدا. بس لو انت بقى هتعملي كمية كبيرة تقدري ان انت تشتغلي في النص كيلو كله. هبدأ ان انا زي ما قلت لكم كده ابدأ ان انا اطريها واخلص الكمية بتاعتي كلها، ماشية معاكم واحدة واحدة علشان تشوفوا طريقة التشكيل. شايفين سهلة جدا وما بتاخدش معاكي وقت خالص، ما احتاجناش بقى لاي حاجة. عندك هنا بقى خيارين في اللي هي القراطيس دي، تقدري ان انت تحطيها كده في صينيه وتحط عليها السمنه وتدخليها الفرن لو انت عايزاها تكون خفيفه. لو انت بقى عايزاها يبقى اللون بتاعها موحد كله وتكون واخده حمار واحد، هتعملي ايه بقى؟ هتسخني يا سمنه، هتحطي كميه سمنه حلوه كده محترمه، او لو ما عندكيش سمنه تحطي زيت وتقليها فيها. عايزه اقول لكم بتطلع كريسبي برده، بتبقى حلوه، بتاخد كلها نفس اللون. بس انا بصراحه عايزاها كده تبقى يعني خفيفه شويه، ما تبقاش شاربه زيت كتير او سمنه كتير. فهبدأ ان انا كده ادهنها سمنة بالشكل ده كده وادخلها الفرن واسيبها كده لحد ما تتحمر من تحت، وبعد كده افتح عليها الشواية. واول لما بتطلع بسقيها كده الشربات بتاعها وبسيبها كده على جنب. هنعمل بقى كده ايه الكنافة البورمة. بجيب كده اي مكسرات عندك بقى انت حباها، ده كده فول سوداني على كام واحدة لوز كده كانوا عندي على عين جمل، يعني ايه مش هتفرق بقى حتى لو فول سوداني لوحده عادي. بحمصها كده تحميصة وبعد كده بنزل عليها بمعلقة من العسل الابيض. مش متوفر عندك عسل ابيض تقدري ان انت تحطي الشربات بتاع الحلويات التقيله عادي. وابدا ان انا الفها كده في ورقه، يعني كيس عادي استرتش راب بقى، او اللي هو ده كيس مطبخ كده انا فتحته وعادي خالص ببرمها وبحطها كده في التلاجة لمدة نص ساعة عشان تتماسك. بعد كده بقى طاسة وحطيت فيها كده شوية من السمنة او الزبدة، وببدأ انزل عليهم كده بحوالي 100 جرام من الكنافة، وابدأ اقلب فيها لحد ما تتحمر خالص. وتقدري ان انت تحطيها في صينية وتدخليها كده تحت الشواية وتقلبي فيها كل شوية. بس انا بصراحة بحب اللي هي على البوتاجاز، بتاخد كده تحميصة بتبقى حلوة جدا وكمان بيبقى لونها حلو قوي. هبدأ ان انا احمص فيها كده لحد ما تاخد لون كده، اللون الحلو الجميل ده. وعندك هنا اختيارين، تقدري تنزلي عليها بشربات، تقدري تنزلي عليها بلبن محلى مكثف. بس اهم حاجة في الخطوة ديت لازم الكنافة بتاعتك تبقى لازقة معاكي، يعني تشرب الشربات سواء اللبن المحلى المكثف او العسل. لازم تكون طرية معاكي، مش طرية ان هي القرمشة بتاعتها راحت، لا تكون بتلزق كده في بعضها، يعني تكون ملزقة علشان لما تيجي تفرديها تكون تفرد معاكي كده تبقى قطعة واحدة، وكمان تمسك معاكي في اللف. هبدأ ان انا حطيتها كده على كيس وبدأت حطيت عليها كيس تاني، وابدأ ان انا كده بالنشابة بتاعتي ببدأ ان انا افردها عشان تبقى بالشكل ده. خلاص المكسرات بتاعتي اللي انا كنت عاملاها نشفت، ببدأ بقى ان انا ابرمها واحطها كده في التلاجة بتاعتي.
ابرمها كويس جدا، لازم تمسك ولازم تبقى متماسكة خالص، ما تبقاش كده يعني سايبة، لا لازم تبقى ماسكة وتربطيها بقى كده من الجنبين كويس جدا. ولو عندك بقى اللي هو ورق الفويل تقدري ان انتي تعمليها بيه. بسيبها كده في التلاجة لمدة ساعة، ولو انت مستعجلة عليها حطها كده في الفريزر لمدة نص ساعة، بتطلع معاكي حلوة جدا. القراطيس بتاعتي بقى كده ببدأ ان انا كريم شانتيه كده وبحطها فيها، وتقدري ان انت تحطي كريمة اللي هي القشطة الكدابة العادي. وبعد كده والاساور بتاعتنا بدأت ان انا حطيت فيها كده اي مكسرات عندك بتبقى حلوة جدا. وبدأت برضو ان انا طلعت اللي هي البورمة، تبدأ ان انت بقى تقطعيها بالشكل ده كده وهي مجمدة، بتبقى حلوة جدا. وكمان شايفين ما شاء الله شكلها حلو جدا. اهم حاجة ان انت تبرميها كويس جدا وتسيبيها كده لحد ما تتلج معاكي في التلاجة او في الفريزر. هبدأ بقى ان انا لو انت بقى رايحة عزومة بتعملي تجزئيها بقى كده في طبق بيكون شكله حلو جدا. وعايزه اقول لكم مفيش اسهل منها، وباقل من نص كيلو بس من الكنافه طلعنا كميه حلوه قوي. الاساور بتاعتي حطيت فيها كده، تقدري ان انت تحشيها نوتيلا، تقدري ان انت تحشيها شوكولاته، تقدري تحطي فيها مكسرات كده زي ما انا حطيت يا سوداني كده. بصي اي حاجه عندك هتمشي. وعايزه اقول لك بيبقى شكلهم حلو قوي في التقديم، وكمان شكلها لذيذ. فيديو النهارده خلص وبألف هنا، لو عجبكم اعملوا له لايك وشير كتير.